أجمل جلسة تجلسها معي عندما تحدثني عن اهتماماتي وليس اهتماماتك. أن تحدثني عن اهتماماتك أنا بمل، لكن تسألني عن اهتماماتي أنا سأتفاعل وأتفجر يعني حماسة. تبغى تعمق أظهر إعجابك، تبغى تزود العلاقة لا مش تفاعل في اللحظة هذه، لا وروح وبعدين أرسل له رسالة خاصة عن إعجابك بشيء جزئية معينة، أو تشتري أداة من الأدوات تساعده في اهتمامه، أو تعطي رابط أو مقطع فيديو عن اهتمامه تعرف على ناس في نفس الاهتمام. أنا عمقت العلاقة كذا. في قصة دائم أذكرها، قصة دورثي ديكسي الصحفية الأمريكية لما أرادت أن تسأل أحد المساجين، قالت له أنت كيف استطعت، تهمته كان متزوج 233 امرأة في أمريكا، فسألته قالت أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة بالزواج؟ قال سؤالك غلط، أنا ما خدعتهم. قالت كيف أسأل؟ قال اسأليني كيف استطعت أن تقنع وليس تخدع 233 امرأة بالزواج. قالت أوكي، كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج؟ قال كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها. نخطئ إحنا إذا جينا ننشئ أي علاقة مع الآخر أن إحنا نكلم عن اهتماماتنا وعن أنفسنا. نعم ممكن إحنا نتكلم عن أنفسنا، ممكن البنت لما تدخل شلة جديدة أو الشاب إذا جاي يدخل شلة جديدة إيش يسوي؟ إيش يبغى من الشلة الجديدة؟ يبغاهم يلفظونه ولا يحبونه؟ يحبونه، أن يقبلونه. هو بيدخل شلة جديدة يبغاهم يتقبلونه. طيب يدخل بأدوات خاسرة، كيف؟ تجي البنت تاخذ أحسن شنطة وأحسن قصة وأحسن ميك أب وأحسن مدري إيش. هي تظن أنها إذا حصلت على الإعجاب حصلت على القبول. لا، الإعجاب يصنع عداوات. لما تدخل من أول ما تروح الله يأخذها شعرها حلو، بس الله يأخذها، ما حبوها. لأن تميزك يشعرني بنقصي، وأنا ما أحب اللي يشعرني بنقصي. لما تجي أنت تتعالم تتكلم كلمتين إنجليزي تبغانا نقبلك، إحنا ما نحب كذا، إحنا ما نحب كذا. ولذلك من يزرع الإعجاب لا يحصد الحب أبدا أبدا، لكن من يحبك سيعجب بك. شوف الأم، شوف نعال أولادها الصغيرة يعني تحبهن معجبة وتراه، ودائما نسمع كل فتاة بأبيها لأنها تحبه. الحب يصنع إعجاب، لكن الإعجاب لا يصنع حب. تفضلي أفصل. الإعجاب لا يصنع حب، ولذلك الإنسان يعجب بعدوه، يعجب بعدوه. وابن خلدون في مقولته الشهيرة أن المغلوب يتبع الغالب، أن المغلوب يتبع الغالب. فتجد أن الإعجاب ليس من لوازمه أن يحبك، لا، ممكن أكرهك لأنك مميزاتك أشعرتني بالنقص، وأنا أكره اللي يشعرني بالنقص. لكن الذي يحبك يعجب بك. ولذلك أنا أراهن على الحب ما أراهن على الإعجاب. فإذا أبغى أحد يعجب فيني أتكلم عن نفسي وعن منجزاتي، إذا أبغى يعجب فيني. إذا أبغى يحبني أتكلم عن نفسه هو ومنجزاته هو، وأشعره هو أنه عظيم في نفسه. هذه فلسفتها، وهي صعبة يا جماعة. صعب أنك تسمع للآخر شيء أنت ما تحبه ولا تفهم فيه لا وتتفاعل، صعب. قاعدة مهمة جدا 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 تقول: إذا كان الكلام مهارة، الكلام مهارة، كيف تتكلم وكيف 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 وكيف. إذا كان الكلام مهارة فالاستماع ماذا؟ مهارة؟ لا، وليس فن. إذا كان الكلام مهارة فإن الاستماع مروءة. ترى أدب الاستماع مروءة ليس مهارة. يجي واحد يقول أنا عندي ضعيف في الاستماع، ضعيف في الاستماع ومدري إيش، وإذا جاء عند مديره ويقدم إجازة أحسن مستمع في العالم. أنا ما استمع لولدي، أنت ما تحترم ولدك، ما تحترم احتياجات ولدك. أنا ما أعرف أستمع لأمي، أنت لا تهمك أمك. إذا كانت تهمك أمك ستستمع لها، ستستمع لها. الاستماع مروءة، الاستماع حسن خلق. أي تفضل.
طيب بس عشان أكمل جزئية تعميق العلاقة وارجع لسؤالك. بس معها مايك ما يخالف. طيب احنا قلنا أول شيء الحقائق، وبعدين الآراء، وبعدين الاهتمامات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبا عمير ما فعل النغير، يكلم الطفل يسأل عن اهتماماته. بعد الاهتمامات تبغى تعمق في المشكلات، تفاعل مع مشكلاته. إذا تفاعلت مع مشكلاته أنت الآن أسرت قلبه. تفاعل مع مشكلات، وليست تتفه مشكلاته، وليس تعطي محاضرات يوم كنت في عمرك. لا، أنت لا تحترم جرحي، ولا تقدم نصائح. هنا جرحي لا تبخ عليه، ملتهب لا تعالجه، لا سكنه، لا تقدم نصائح. هنا تفاعل مع مشكلته فقط. وإذا أردت أن تعمق أكثر تفاعل مع طموحه، مع أهدافه، مع الأهداف. ولذلك أعظم قصة حب في القرآن بين من ومن؟ بين يوسف. حسنتي، يعقوب ويوسف. ابيضت عينيه. بدأت بماذا القصة؟ بحلم. هل وصلت مرحلة أنك حتى أحلامك تقولها لأمك وأبوك؟ هذا سؤال. ولا صرنا نخفي كل شيء وما نعلمهم شيء، والعلاقة بس نبغى نخلصها؟ أنا ذكرت لكم أنا في عمر 25 علاقتي بأبوي جدا سطحية. لما اشتغلت في وظيفة هو في نفس الوظيفة، صار عندنا نفس الاهتمام، وبديت أقابل أصدقاء أبوي. اكتشفت أبوي خطير، يقولون نكت وسخة. أبوي صار يسوي مقالب. أب. بعدين جاني واحد من أصدقاء أبوي قال لأبوك شو أخبار الأصبع؟ قلت لا توهقني. قال ما عليك. وأروح أقول لأبوي ويتغير وجهه وينحرج. من اللي قال لك؟ قلت والله ما أعرف إيش معناها يبه. قال له شو أخبار الأذن؟ وأصير نقال علوم شيء جميل. واكتشفت كذا أني صرت في الدائرة حقتهم. قهوجي بس حلو، أنا أجيب وأسوي. شفت أبوي الآن أقسم بجلال الله يا جماعة لا أجد أحد أقرب مني صديقا من أبي، قسما بالله. ما كذا زعلان يزعل عليه ما جيت متأخر، يصور لي القهوة وينك؟ أبوي كبير ترى، أبوي فاخر 70. يعني ما أقول لك والله شاب لا، بس أزعم أني نجحت أني أضيف في سجل صداقاتي واحد اسمه بدر حسيني. استطعت يا جماعة. ترى هو مشوار، لا تتوقع أنك بتروح تقول لأبوك اليوم تقول شو أخبار الأصبع وبيصير صديقك. لا، هو مشوار. وترى الطرف الثاني يمكن ما يتقبلك، مو لأن أبوك سيء. أبوك ما يعرف، حتى ما يعرف، وده بس ما يعرف. مسكة اليد هذه بعدين صرنا خلاص نمسك يد بعض ونروح ونجي، وعادي جدا. يعني في واحد كويتي انحرق بيته، شب بيتهم حريق، وكانوا ويا زوجته جوا، فدخل على زوجته ومسك يدها ويركضون، وهم يركضون، زوجته تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، وهو يجرجر فيها، وطلعوا برا وارتاحوا. وش فيك الهبلة؟ اذكر يلا يحسب انها انهبلت. قالت لا احنا لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي. ايش الجفاف هذا يا معشر التماسيح؟ الوضع لازم قالت لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي. طيب يعني الفكرة هو قضية في التعبير عن الحب هو مشروع في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك مع أمك أبوك، مع أخواتك. هو رحلة تصبر عليها والله ستزرع ثقافة. شفت أول ما تعطيهم مشاعر بيضحكون عليك، حلو، تذكر أنهم ما يعرفون يسبحون، بعدين يتجاهلون، حلو، أفضل، بدأت الآن، بعدين صار يرسل قلب، ما عاد يسخر الآن، بدأ يتقبل، بعدين الله لا يخليني منك، بعدين سيبادلك نفس المشاعر وتزرع ثقافة في الحب بإذن الله تعالى. يا جماعة الحب ليس ثقافة مسلسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم، والله لن تؤمنوا
حتى تحابوا. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تؤمن باختلاف الشخصيات والمعتقدات الجديدة، خاصة المصطلح الجديد اللي دارج الآن اللي هو الشخصية النرجسية، وهل لازم نتقبلها كما فسرت في الإعلام وخلاص نؤمن إن هذه الشخصية كذا وإحنا ضحاياها ونسلم الأمر؟ واختلاف شخصيات كثيرة منها الشخصيات السامة اللي ذكرت عرجت عليها كذا على السريع. هذا نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف تفك التعلق؟ يعني أنا مستشارة، أكثر حاجة أعانيها من النساء إنها اللي هو التعلق المرضي مع الزوج. نعم. هي لا تستمتع إلا بوجوده، سواء هذا الوجود كان ضار أو مفيد. فقط هذا السؤال. طيب الله يجزاكم خير. طيب السؤال بالنسبة للسؤال الأول، أنا شغلني السؤال الثاني، إيش كان الأول؟ الشخصيات. نعم. هل يوجد شخصيات؟ نعم، لا شك، لا شك، لا شك. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أمر خالدا، ولما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالد وولى عبد الرحمن. يعلق ابن تيمية هنا يقول: فولى اللين الشديد والشديد اللين. هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط طبيعي جدا. لكن القاعدة يا جماعة باختصار ما يتعلق بالأنماط، الأنماط مدارس وكذا كذا كذا كذا. القاعدة البسيطة جدا في التعامل مع الناس على اختلافهم هي تعرف على من أمامك، ثم عامله وفقا لهذه المعرفة. بس ترى بسيطة. تعرف على من أمامك ثم عامله بناء على هذه المعرفة. احنا مشكلتنا ان احنا نجرب الجهاز ويحترق، احنا ما تعرفنا عليه. اقرأ كتيب التشغيل وبعدين شغله ويدوم معك، يدوم الجهاز سنوات معك. فأنت الآن هذا النمط أيا كان اسم هذا النمط، تعرف على من أمامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. ما يحب المزح لا تمزح، ما يحب تتأخر عليه لا تتأخر عليه، ما يحب أحد يلومه لا تلومه. إذا تبغى العلاقة تدوم مرة أخرى، كل علاقة لها فاتورة. عندك استعداد تدفع، اشتري العلاقة. ما عندك استعداد اتركها حول إلى معارف. إذن هل يوجد فروقات في الأنماط وكذا كذا؟ الجواب نعم، توجد فروقات في الأنماط، ومراعاتها أدوم للعلاقة، أو خلينا نقول تجعل العلاقة أكثر أو أقل تصادما واحتكاكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فكرة الترند هذه العلاقات السامة وما السامة وكذا، لا، هذا أول من سينكوي به هو من دعا إليه. لأن كل علاقة فيها أذى، كل علاقة فيها أذى، كل علاقة. بل أن أعمق العلاقات التي كانت في يوم ما مصدر متعتك ستكون في يوم ما مصدر ألمك، على الأقل عند رحيلها. إذا ماتت تفقد شيء كبير. ولذلك كان بعض العرب لا يعمق العلاقة خشية الفقد. يقول لا، ما أتحمل أنا أفقد واحد بهالحجم هذا، تدري، لا تعطيه أكبر الحجمة، خلاص خله. فإحنا فكرة العلاقات، يعني الناس صارت تتداول مقولة عمر رضي الله عنه: اعتزل ما يؤذيك، وحولت ما إلى من. صارت اعتزل من يؤذيك، لن تجلس حتى مع نفسك، حتى مع نفسك. كل الناس سيؤذونك. يؤذونك بماذا؟ بالمسؤولية. المسؤولية أذى، والأذى غير الضرر هو أذى، يعني هو مسؤولية، هو كلفة. ولذلك الأصل أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. في مخالطة معناه في أذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه الحالة، وكنا نتكلم أنا وبضيع عن فكرة الفردانية، أن الواحد خلاص أنا أي واحد يؤذيني بعتزل منه وأعتزل عنه وأتركه. لو احنا أخذناها باضطراد كل واحد سيؤذيك، أصلا كل واحد سيؤذيك، لأن تفسير كلمة الأذى صار وسيع جدا، لدرجة أن اللي يخالفني في نوعية القهوة اللي باخذها يأكل مزاجي ويعطيني طاقة سلبية
فتخلص منه. ما حد بيقعد معك. طيب وإذا ما قعد معه، إذا أنا اعتزلت، هل أقدر أصير إنسان أعيش في عزلة؟ الجواب نعم، لكنك ستتآكل من الداخل. الإنسان اجتماعي بطبعه، والعزلة تؤذيه جدا. ثم أن العزلة التي يذهب بها الإنسان وش من مضارها؟ في كلمة بديعة جدا للغزالي رحمة الله عليه، يتكلم عن الإنسان اللي دائم يجلس الحالة. طبعا اللي دائم يجلس الحالة أول شيء لا يستطيع تهذيب سلوكه. إيش معنى تهذيب؟ الآن الشجرة لما تتركها تسقيها إيش يصير لها؟ تنمو، تطلع فروعها كذا. فإذا جيت أنت تخليها جميلة شو تسوي؟ تهذب. ففي تدخل خارجي. ولذلك تشوفون الطفل اللي ما عنده أخوان وأهله ما يروحون كثير مثلا، يعني ما يخلطونه مع ناس، ما يتهذب، ما يعرف يأكل وسط مجموعة، ويصير إنسان أناني، ما يعرف حدود الآخر، ما يعرف حدوده، ما يعرف. أحيانا الكبير بهذه الطريقة لما ينعزل أول شيء لا يهذب سلوكه، ما حد يقول له أنت غلط، ما حد يقول له. 2، وهذه الخطيرة، لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكياته تلقائية. المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما، لغربة، لطبيعة عمل، أيا كان، يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس، بمعنى أن يكون ذوق في ملابسه ولو كان لوحده، أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده، أن يأكل بتهذيب ولو كان لوحده. ليه؟ يقول الغزالي، وهنا نرجع للغزالي، كلمة جميلة، يقول على الإنسان أن يمارس أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية، لئلا تكون عند الناس كلفة، عشان ما يروح عند الناس يتصنع ويتعب. طيب أنا الآن متعود أجلس كما أريد وأنام وأقوم كما أريد، ما في مسؤوليات، ما في مناسبات، ما في شيء، وآكل بالطريقة اللي أبغى، أخلط عباس على دواس، أسوي اللي أبغى وآكل كما أبغى، وألبس لبس مريح قبيح لكنه مريح، أسوي اللي أبغى. جيت عند الناس إيش يصير لهذا النظام؟ أحد أمرين، يا أصير زي كذا ويمجوني فما راح أصير زي كذا. إيش أسوي؟ أتكلف الجلسة وتكلف الأكل وتكلف الكلام. هذه الكلفة واعية ولا غير واعية؟ لا واعية، كلفة، مرة مركز على نفسي. فإذا انتهيت من أي اجتماع لو كان ساعة أكون مرهق، فأكره الاجتماعات. أكرهها لأنها هي شينة؟ لا، لأنها مجهدة نفسيا، لأني أتصنع، فأنعزل أكثر، لأني في عزلتي أشغل حياتي على على الطيار الإلكتروني، والبس زي ما أبغى وأكل زي ما أبغى وأجلس زي ما أبغى. الغزالي يقول لا، حتى في عزلتك أنت راعي هذه الآداب، عشان إذا رحت هناك ما يكون في تكلف عند الاجتماع. فالعزلة سيئة، نفسيا سيئة، منهي عنها شرعا. الشيطان يتفرد في الإنسان في العزلة، أفكاره ما يقدر يهذبها، أفكاره لا تكون واضحة. يعني مثلا بعض الناس ينعزل بالقراءة مثلا، يقول أنا في خير. القراءة تصنع منك إنسان مثقف، والاجتماع بالناس يصنع منك إنسان واضح، لأن الكلام اللي بتقوله لهم يبدأ يسألونك حتى تصبح الفكرة اللي فيها نتوءات، يكشطون هذه النتوءات، يصبح كلامك واضح. بس قراءة كثيرة بدون لقاء مع الناس، أفكارك كما هي صفحات الكتاب غير واضحة، تحتاج إلى شرح. مع الاجتماع تحسن معارفك وتحسن نفسيتك ومكانتك الاجتماعية وقدرك عندهم وقدرك عند نفسك، وكثير من الأشياء اللي ممكن الإنسان يحصدها. إذن أنماط الشخصية معرفتها مهمة، نعم مهمة. التعامل معها وفقا لما يصلح للناس، نعم. العزلة سيئة غاية في السوء، لا على مستوى الذنوب ولا على مستوى العيوب ولا على مستوى الترقي ولا على مستوى تزكية النفس ولا على مستوى الإنجاز ولا على مستوى المكانة الاجتماعية. كل هذا ليس من صالح الإنسان. نجي للتعلق. التعلق لن أجيب عليه،